7 وثائق لو ناقصين في ملف الهجرة بتاعك الملف ممكن يترفض قبل حتى ما يتفتح. تخيل انك تبقى دافع فلوس ومجهز ورق ومستني شهور وبعدين الباكج بتاعتك او الملف بتاعك يرجع لك ريجكتد من غير حتى ما حد يراجع قضيتك اصلا. مش عشان قضيتك طبعا ضعيفة، علشان خاطر ورقة واحدة كانت ناقصة او ترجمة مش متوثقة او صورة مش بالمقاس الصح اللي مطلوب في الانستراكشنز بتاعة الابليكيشن. الفيديو ده معمول عشان خاطر يمنع السيناريو ده. بس قبل ما نبدأ طبعا كالعادة الكلام ده توعية عامة ومش استشارة قانونية لحالتك، كل حالة ليها تفاصيلها المختلفة. الهدف انك تبقى فاهم نظام يحميك من اخطاء الورق اللي بتضيع ناس كتير قوي. خلينا اديك الخلاصة من اول دقيقة. الهجرة في امريكا مش مجرد ابليكيشن او فورم بيتقدم لليو اس سي اي اس او لإدارة الهجرة، ده عبارة عن ملف ادلة. واي ملف ادلة لازم يبقى ماشي بقواعد ثابتة: هوية واضحة، دخول وخروج واضح، حالة قانونية واضحة، وترجمة وصور وتجهيز مظبوط جدا. النهاردة هنمشي مع بعض على 3 حاجات أساسية أو رئيسية. الحاجة الأولى خريطة الوثائق الأساسية اللي أغلب الناس بتبقى محتاجاها في أي مسار أو في أي قضية بتقدم عليها. الحاجة التانية أخطر 10 غلطات بتجيب طلبات إضافية اللي هي request for evidence أو بتؤدي للرفض أو للتأخير. والحاجة التالتة طريقة لتنظيم تخليك جاهز لأي طلب ورق في دقايق معدودة. خلينا على طول نبدأ بالحاجة الأولى اللي هي خريطة الوثائق الأساسية. 3 ملفات لازم يبقوا موجودين عندك. أنا بحب أقسم الورق ل3 ملفات كبار. لو عملتهم هتوفر على نفسك تقريبا 80% من اللخبطة اللي الناس كتير قوي بتتلخبط فيها. الملف الأول هو عبارة عن هوية زائد حالة مدنية. ده أساس أي حاجة: جوازك السفر الحالي، أي جوازات سفر قديمة لو عندك طبعا، لأن الكلام ده هيكون مهم في تواريخ السفر والأختام وما إلى ذلك، وشهادة الميلاد، أي ورقة فيها تغيير الاسم أو تغيير اسمك اتكتب أكتر من مرة أو بأكتر من طريقة أو اتغير رسمي في المحكمة. لو متزوج عقد الزواج طبعا، لو كان في طلاق حكم الطلاق أو شهادة الطلاق، لو عندك أطفال شهادات ميلادهم أو أي أحكام حضانة أو وصاية طبعا لو موجودة. هنا نيجي نقطة اللي مهمة جدا: أي ورقة مش مكتوبة بالإنجليزي لازم تترجم ترجمة كاملة ومعاها شهادة من المترجم أو من الشخص اللي ترجم هذه الأوراق بتقول إن هو مؤهل وإن الترجمة دي كاملة ودقيقة. إدارة الهجرة أو اليو سي اي اس نفسها بتأكد على القاعدة دي في إرشادات تجهيز الباكج اللي بتقدمها في خلال الابليكيشنز كلها. وكمان محاكم الهجرة هنا في أمريكا تقريبا عندها نفس المبدأ في القواعد التنظيمية دي. فكتطبيق سريع دلوقتي افتح الموبايل مثلا عندك واعمل نوت مثلا اكتب فيها كلمة هوية العنوان بتاعها وحط تحتها الورق اللي ناقص من خلال اللي انا قلت ده. لو اكتشفت ان مثلا شهادة ميلادك مش مترجمة، دي هتبقى اول مهمة ليك بعد الفيديو انك تروح تترجمها وتبدأ تجهز الاوراق. الملف رقم 2 اثبات الدخول والخروج والوضع القانوني هنا في امريكا. ده الملف اللي ناس كتير قوي بتنساه للاسف، وهو اللي بيمشي معاك جوه امريكا. هنا الفيزا اللي في الباسبور لو داخل طبعا بفيزا، ختم الدخول اللي موجود على الباسبور، وكمان ما تنساش سجل الاي 94. ده اهم ورقه ناس كتير قوي للاسف ما بتطبعهاش. تقدر تجيب احدث اي 94 بتاعتك وتطبعها وتشوف تاريخ الدخول وفتره الاقامه القانونيه ليك هنا في امريكا، وكمان تاريخ السفر لاخر 10 سنوات من خلال الموقع بتاع السي بي بي نفسهم او من خلال صفحات الحكومه اللي بتشرح نفس الخدمه تقريبا. لو حضرتك او حضرتك طالب على الاف 1 فيزا لازم طبعا تجهز الابلكيشن او الفورم اللي هي الاي 20. ولو على الجي 1 فيزا او التبادل الثقافي جهز الدي اس 2019 تقريبا. لو عندك اي موافقات او اشعارات من اداره الهجره اليو سي اي اس اللي هي الاي 797 سي لازم تتخزن دي عندك زي الذهب، لان دي هي اللي بتثبت ان انت قدمت او ان في قرار او ان في خطوات جايه في الملفات بتاعتك. حتى لو معاك نسخه مصوره، اليو سي اي اس بتعتبر في حالات كتير قوي ان النسخه من الاشعار ده ممكن تبقى دليل مقبول لطلب سابق انت قدمته مرتبط بالحاله بتاعتك. خليني اقول لك تمرين مهم هيوفر عليك مصايب. لو انت جوه امريكا هنا دلوقتي اعمل الاتي بعد الفيديو: اولا ادخل على الصفحه بتاعه الاي 94 وهات كلمه most recent او most recent اي 94 واطبعها كبي دي اف وخليها في الفولدر بتاعك مثلا سميه entry status. الملف رقم 3 وهو الأدلة، وده اللي بيكسب القضايا. ده مش مجرد ورقة واحدة، ده يعتبر نظام إثبات حسب نوع قضيتك، بس في أدلة بتكون مشتركة وبتتكرر زي مثلا العنوان، الإقامة، عقد الإيجار، الفواتير، الشغل، الخطابات الرسمية، أوراق الدخل بتاعتك، خطابات العمل، البي ستوبس،
الW2 بتاع الضرايب، الإقرارات الضريبية، العلاقة الزوجية أو لو في ملف زواج مثلًا، حسابات مشتركة بين الأزواج، التأمين، الصور، الرسايل، شهادات الأصدقاء، كل ده أدلة مش كلام. وهنا بنوصل لفكرة خطيرة جدًا، أحيانًا الناس بتكتب كلام حلو بس ما بتثبتهوش لإدارة الهجرة أو الUSCIS. الUSCIS بتشتغل بالأوراق مش بالنيات. رقم 2 وثائق محددة ناس كتير أوي بتتجاهلها وبتدفع التمن. دلوقتي خلّينا نخش على أنا هاسميها قايمة الذهب، الوثائق اللي أنت فعلًا لو تجاهلتها ممكن تُقع في مشاكل كبيرة خالص. أول حاجة منها ترجمة المستندات مش مجرد ترجمة عادية. الUSCIS أو إدارة الهجرة بتبقى عايزة ترجمة كاملة ودقيقة ومعاها شهادة إن المترجم ده مؤهل إن هو يترجم، وده مكتوب بوضوح في إرشادات تجهيز الpackages اللي هي الsupporting documents must be in English or accompanied by complete English translation. لو أنت داخل في إجراءات محكمة الهجرة، القاعدة التنظيمية بتطلب ترجمة زائد شهادة موقعة زي بالظبط الUSCIS. وفي غلط شائع ناس كتير قوي بتقع فيه، ترجمة من غير شهادة أو شهادة عامة مش محددة الورقة اللي أنت بتترجمها، أو ترجمة ناقصة المترجم مثلا يكتب الكلام ويسيب أختام أو حاجة زي كده. ناس كتير قوي بتقع في هذا الغلط، والصح إنك تترجم كل حرف وكل ختم وكل حاجة موجودة في الورقة اللي أنت بتترجمها. رقم 2 الصور بالمقاس الصحيح. الصور بتوقع ناس كتير قوي خصوصا في ملفات السفارات أو الطلبات اللي بتقدمها لإدارة الهجرة الUSCIS. وزارة الخارجية بتوضح إن في الابليكيشن مثلا بتاع ال DS-160 اللي هو بتاع فيزة السياحة والفيز اللي زي دي، أنت بترفع صورة رقمية على الويب سايت أو على الموقع، وبعض السفارات بتطلب صورة ورقية للمقابلة أو في وقت المقابلة. في ملفات الهجرة مثلا الابليكيشن ال DS-260 بيطلبوا صورتين 2 انش في 2 انش وقت المقابلة. وخليني اقول لك نصيحة عملية دلوقتي، اعمل ألبوم مثلا سميه فوتوز وخلي فيه صور رقمية عندك على التليفون بالمواصفات اللي هم قايلين عليها، خلفية بيضة ومش لابس نظارة والحاجات اللي زي دي. وخلي الصور دي جاهزة معاك إذا احتجتها في أي وقت، تقدر طبعا تطبعها وتقدمها مع الملف بتاعك. رقم 3 صفحة التأكيد بتاعة ال DS-160 اللي فيها الباركود. ناس كتير بتكمل مثلا الابليكيشن بتاع السياحة مثلا وبعدين بتضيع الصفحة دي. الموقع الرسمي بيقول لك بعد ما تخلص لازم تطبع الصفحة دي وتحتفظ بالورقة اللي فيها الباركود دي عشان تروح بيها المقابلة. دي مجرد ورقة صغيرة بس ممكن توقف الموعد بتاعك لو مش موجودة في الملف بتاعك. رقم 4 الورقة اللي هي ال I-94. الورقة دي هي اللي بتحدد انت مثلا موجود هنا في امريكا قانوني لحد امتى. في ناس بتبقى معتمدة على ختم الباسبور مثلا او على كلام شفهي في المطار، وده للاسف خطر. الاي 94 هي اللي بتحدد تاريخ السماح بالاقامة داخل امريكا، وغالبا بتحتاجه في الشغل في الرخصة لو انت بتعمل تعديل الوضع بتاعك، او اللي بتقدم على جرين كارد لو بتقدم في جامعة، كل هذه الحاجات. وتقدر طبعا تطلعها وتطبع نسخة منها وكمان تشوف تاريخ السفر بنفسك. رقم 5 وده خطأ شُفت ناس بتُقع فيه، ما تبعتش أي أصول إلا لو اتطلب منّك. دي من أكبر المصايب للأسف. تبعت مثلًا أصل شهادة الميلاد أو أصل عقد الزواج وبعدين ما يرجعش. الإرشادات بتاعة إدارة الهجرة بتقول بوضوح ما تبعتش مستندات أصلية إلا لو التعليمات طلبتها تحديدًا. لو بعتّ أصول من غير ما يطلب منّك، ممكن للأسف الأصول دي ما ترجعلكش تاني وتتعامل كجزء من السجل بتاعك، والكلام ده موجود في الموقع بتاع الإيليا اللي هو بتاع رابطة محامين الهجرة الأمريكيين هنا في أمريكا. فلو أنت بتجهّز باكج، القاعدة الافتراضية هنا إنك تقدّم صورة واضحة من هذه المستندات، والأصل خلّيه معاك في البيت لإنه ده هيكون مهم جدًا ليك. رقم 3 جزء مهم جدًا لو أنت بتقدّم الapplication بتاع الgreen card الI-485، خلّي بالك من الI-693. الجزء ده تحديدًا اتغيّر في الفترة الأخيرة وناس كتير لسه ماشية بالمعلومات القديمة. الUSCIS أعلنت إن بعض المقدمين على الgreen card لازم يقدموا التقرير الطبي معاه، مع الملف بتاع الجرين كارد، والا الملف ممكن يترفض او يتعمل له ريجكشن قبل حتى ما يتفتح. وكمان الUSCIS عندها تحديثات عن الصلاحيات الابليكيشن ده بتاع الميديكال اكزام والسياسات بتاعته. المهم هنا مش تحفظ التفاصيل الدقيقة، المهم انك تفهم القاعدة العامة، ما تعتمدش على معلومات قديمة في ملف طبي مثلا زي ده. اقرا تعليمات النموذج كويس جدا اللي انت بتقدمه وقتها،
لأن حتى التعليمات دي بتتغير من وقت للتاني، أو طبعًا تقدر تسأل مختص أو تتعامل مع مكتب محاماة، هم دايمًا بيكونوا على اطلاع بكل جديد بيحصل من خلال إدارة الهجرة. رقم 4، نظام تنظيم يخلّيك جاهز لأي طلب ورق في 5 دقايق. دلوقتي خلّينا نخش على الجزء اللي ممكن يغيّر حياتك فعلًا لو أنت بتجهّز الملف بتاعك بنفسك. أنا عايزك مثلًا تبني folder رئيسي عندك على الكمبيوتر أو على الcloud اللي هو مثلًا زي حاجة زي Google Drive، وسميه مثلًا immigration master folder. جوّه الfolder ده حُط مثلًا 6 فولدرات صغيّرة، واحد مثلًا سميه ID civil اللي هو الهوية والحالة المدنية، التاني سميه entry status اللي هو الأختام والI-94 والفيزا والكلام ده كله، والتالت سميه USCIS notice اللي هو الI-797C الإشعارات بتاعة الUSCIS. الرابع مثلًا سميه evidence اللي هو الأدلة بتاعتك بقى، اللي هي الورق بتاع السكن والشغل و الزواج وفلوسك والحاجات دي كلها. رقم 5 forms أو الapplications، ودي تحط فيها الapplications بتاعتك اللي أنت بتشتغل عليها. ورقم 6 translation، ودي بتحط فيها كل الترجمة بتاعة الورق بتاعك. وعلى فكرة هو ده بالضبط اللي أنا باعمله في شغلي تقريبًا مع كل المحامين اللي أنا باشتغل معاهم. لازم تبقى منظم زيادة عن اللزوم، علشان ده هيسهّل عليك، وهيسهّل عليك لو أنت بتقدم الملف بتاعك لوحدك، وهيسهّل عليك لو أنت بتشتغل مع مكتب من مكاتب المحاماة اللي موجودة هنا في أمريكا. وهيسهّل عليك طبعًا لو حضرتك محامي بتتفرّج على الفيديو ده وبتقدّم الأوراق للclients بتوعك، المواضيع دي كلّها بتسهّل عليك جدًا، جدًا، جدًا. خلّينا دلوقتي نتكلّم عن أخطر 10 غلطات بتجيب رفض أو تأخير. خلّينا نراجعهم بسرعة شديدة جدًا وبتركيز. أول حاجة، نسيان توقيع على الapplication أو على الform اللي أنت بتقدّمه لإدارة الهجرة. تاني حاجة، إنك تترك أسئلة فاضية من غير ما تكتب فيها NA اللي هي not applicable أو كلمة none على حسب التعليمات. إرشادات بتاعة تجهيز الpackages بتاعة الapplications بتشدد إنك تكمّل كل الapplication صح، وإلا هيترفض من غير حتى ما يتفتح. استخدام الهايلايتر أو تصحيح على الفورم، الإرشادات بتحذّر جدًا من إنك تستخدم الحاجات الملونة دي على الأبلكيشن، لإنه بيبوّظ القراية بتاعة الscanner في الUSCIS. صور غلط أو جودة وحشة للمستندات اللي أنت بتقدمها، ترجمة من غير شهادة مقدمة مع الملف بتاعك، إرسال أصول من غير ما يطلب منك بشكل رسمي أو بشكل متأكد إنك ترسل الأصول، عدم حفظ صفحة بتاعة الDS-160 اللي هي فيها الباركود مثلًا، عدم طباعة الI-94 والاعتماد على التخمين في أنت دخلت أمريكا إمتى، مدتك قد إيه المدة القانونية اللي أنت قاعدها هنا وما إلى ذلك، أو إنك بعتّ أدلة في package منفصلة بعد ما أرسلت الapplication. الإرشادات بتاعة الapplication بتقول لازم تبعت الملف كله مع بعضه. وبعد كده تنظيم سيء، لو مثلًا ورق من غير ترتيب أو صور صغيرة متبعترة أو ملفات مثلًا مش موجودة في بايندر، كل ده الUSCIS بتحذّر منه إنه يأخّر أو يعمل rejection للملف بتاعك. خلّيني دلوقتي أقول لك تعمل إيه بالضبط لو أنت عايز تنظّم الموضوع ده في 10 دقايق. جهّز الفولدرات ال6 اللي أنا قُلت لك عليها في أول الفيديو، وانقل كل الملفات والصور بتاعتك فيها وجوازات السفر بتاعتك فيها. بعد كده روح طلّع الأوراق اللي محتاجة إنك تجهّزها زي الI-94 وتطبعها أو تحفظها كPDF في الfolder بتاعك، وابدأ اعمل قايمة بالملفات أو الأوراق الناقصة اللي أنت ممكن تكون محتاجها للapplication بتاعك. حدد يوم واحد تخلّص فيه كل هذه الأوراق. لو عملت كده أنت حرفيًا نقلت نفسك من إن الملف بتاعك متبعتر إلى أنا جاهز للتقديم بتاع الملف بتاعي. كل حاجة اتقالت في الفيديو ده هي تقريبًا اللي أنا باعملها في شغلي مع مكاتب محامين الهجرة. المكتب مثلًا أو المحامي مثلًا اللي بيتكلم معايا وبيقول لي يا بنوب ابعت لي الورقة الفلانية، في أقل من دقيقة واحدة الورقة بتكون عنده، لإنه أنا عارف أنا حاططها فين، وعارف هتبقى مكانها فين، والسيستم بتاعها موجود، والسيستم بتاعها جاهز. ولو أنت عندك أي سؤال إنك إزاي تشتغل في مكتب محاماة أو إنك إزاي تخش المجال ده، سيب لي سؤالك في التعليقات أو حاول تتواصل معايا عن طريق الإيميل بتاعي،
وأنا أحاول أرُد عليك أو أحاول إن أنا أدّيك طريقة تفهم بيها قوانين الهجرة هنا في أمريكا وإزاي تدرسها وإزاي تذاكرها، وإزاي كمان تقدر تلاقي مكاتب محامين تشتغل معاهم لو أنت عاوز إن ده يكون الcareer بتاعك. أنا عندي هنا في اليوتيوب والسوشيال ميديا فيديوهات كتير تقريبًا بتخُص السفر والهجرة والمعيشة هنا في أمريكا. الفيديو ده هو اللي اليوتيوب مختاره لك دلوقتي تقدر تتفرّج عليه، ممكن يكون هو الفيديو اللي أنت محتاجه في الفترة الحالية. شكرًا جدًا، جدًا لمتابعتك وآسف على الإطالة. لو عندك أي سؤال في هذا الفيديو سيبه لي في التعليقات، وشكرًا جزيلًا على المشاهدة.